مذبحة القلعة، الخيانة الكبرى التي ارتكبها محمد علي باشا بحق المماليك في يوم من الأيام. وقف التاريخ مذهولا أمام مشهد لن يمحى من ذاكرة مصر أبدا. أصوات الخيول، أصوات الأقدام، أصوات الصراخ، ثم صمت دام غطى جدران قلعة صلاح الدين. هنا، في هذا المكان، ارتكبت واحدة من أعنف المذابح السياسية في تاريخ مصر، مذبحة القلعة، حيث خان محمد علي باشا العهد وسفك دماء من ظنوا أنهم في مأمن وحماية. لكن ماذا حدث بالضبط؟ ولماذا قرر محمد علي أن يفني المماليك جميعا؟ وكيف خدعوا؟ وكيف نجا واحد فقط؟ خليك معايا للنهاية علشان تعرف أسرار أكبر مذبحة سياسية في مصر الحديثة. في أوائل القرن التاسع عشر كانت مصر في حالة فوضى سياسية رهيبة بعد خروج الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، ووسط الصراع بين العثمانيين والإنجليز والمماليك والشعب المصري، برز قائد ألباني الأصل اسمه محمد علي باشا. محمد علي دخل مصر كجزء من الجيش العثماني، لكن بدهاء غير مسبوق قدر يكسب تأييد العلماء والأزهر والشعب، حتى عينه العثمانيون واليا على مصر سنة 1805. لكن في الوقت ده كانت سلطة المماليك لا تزال قائمة. كانوا أمراء حرب يمتلكون الأراضي والمال والجنود، ويهددون سلطة محمد علي، رغم أنهم فقدوا قوتهم الحقيقية بعد هزيمتهم أمام الفرنسيين والإنجليز. محمد علي ما كانش غافل، كان عارف إن وجودهم تهديد دائم، وإن بقاءهم معناه حرب مستمرة على السلطة. التخطيط للخيانة. قرر محمد علي إنه ينهي وجود المماليك تماما، لكن مش بالحرب ولا بالمواجهة، بل بالحيلة. وفي يوم 2 مارس سنة 1811 أعلن محمد علي إن ابنه توسون باشا سيخرج على رأس جيش لمحاربة الوهابيين في شبه الجزيرة العربية. فدعا كبار المماليك إلى احتفال رسمي في القلعة لتوديع الجيش. فرح المماليك ولبسوا أبهى الملابس وركبوا خيولهم وجاءوا للاحتفال. حوالي 470 أمير مملوكي دخلوا القلعة، ووراءهم جنودهم وخدمهم. المذبحة في ساحة القلعة. اصطف الجنود وبدأ العرض. دخل المماليك في الممر الضيق المؤدي لباب العزب. فجأة أغلقت أبواب القلعة من الخلف، وصدرت الأوامر: اطلقوا النار. انهالت الطلقات من النوافذ والأسوار. فوضى، صرخات، خيول تجن، رجال يسقطون واحدا تلو الآخر. لم يفلت أحد إلا واحد فقط، الأمير أمين بك، اللي قدر يقفز بحصانه من فوق سور شاهق ويهرب في مشهد شبه أسطوري. في دقائق معدودة انتهى كل شيء. امتلأت أرض القلعة بدماء المماليك، ثم تحرك محمد علي لتصفية باقي رجالهم في أنحاء مصر. ما بعد المذبحة، بمذبحة واحدة، تخلص محمد علي من المماليك نهائيا، وثبت حكمه في مصر بلا منافس. ورغم وحشية الحدث، إلا أنه مهد الطريق لبناء دولة مصرية مركزية حديثة. لكن الثمن كان الخيانة، الدم والغدر. خاتمة: هل كان محمد علي باشا بطلا صنع تاريخ مصر، ولا دكتاتور دموي خان من وثق فيه؟ هل كان ما فعله ضرورة سياسية أم جريمة لا تغتفر؟ التاريخ يكتب، لكن الحقيقة دائما أعمق من السطور.